السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية كده في الظروف الاقتصادية اللي الناس فيها الأيام دي، ويوم بيعدي يوم، وإذن الله الأكلة تعجبكم. النهاردة عندي الرز بالعدس الأصفر، هي أكلة اسكندرانية، بس وجبة متكاملة مغذية جدا جدا. بنعمل جنبها سلطة بيض مسقعة، مش مسقعة باللحمة المفرومة، لا مسقعة كده بدنجان وصلصة وفلفل رومي وفلفل حامي، وبتبقى أكلة تصدية ومغذية للولاد. ويعني هي ما فيش حاجة النهاردة مش مكلفة، بس اهو يعني في ظل الظروف اللي الناس فيها اهي تمشي وتأكل يوم وتعدي اليوم. انا عندي هنا كيلو رز وحطيت عليه ربع عدس اصفر، وقلبته في بعضه وغسلته وسويته زي ما انتوا شفتم، وهو خلاص كمان استوى خلاص اهو. الرزاية طالعة حلوة مستوية مفلفلة. عندي هنا كيلو بدنجان او كيلو ونص بدنجان وربع فلفل رومي على حامي، قشرتهم وقطعتهم ترانشات كده وهقليهم. زي ما انتوا شايفين كده كده خلصت قليته. وهنا الفلفل الرومي والفلفل الحامي برضو اتقلوا خلاص. وخلاص خلصت قلي البدنجان على الفلفل. هنعملهم بقى ايه طاجن في الفرن. عندي توم، عندي الطاجن هنا، حط فيه معلقتين زيت صغيرين، لان طبعا احنا ناسيين احنا قاليين الفلفل والبدنجان فواخدين كمية زيت كبيرة. هنحط فلفل قصدي توم مفروم، معلقتين كبار توم مفروم، وهنشوحهم على النار كده بمعلقة الزيت اللي فيهم في الطاجن. وبعدين هصب عليهم كيلو ونص طماطم مية معصورين، قصدي صلصة الطماطم. نقلبهم، نزود لهم الملح، معلقة ملح، معلقة كمون، وبعدين معلقة كزبرة ناشفة ناعمة بس، ونسيبها تتسبك. وبعدين ندخلها الفرن بالبدنجان والفلفل الحامي. هنيجي هنا بقى ايه نعمل طبق السلطة. عندي خيار، عندي طماطم، بصل، كزبرة خضراء، فلفل حامي، فصين توم. كده عملنا السلطة الخضراء. وهنا الطاجن طلع من الفرن، ونبتدي نغرف للولاد بقى يتغدوا. طبعا ده بيبقى جنبيه بيض مسلوق، انت وامكانياتك بقى. انا حطيت جنبيه بيض مسلوق. السلطة الخضراء، الرز الأصفر بالعدس. زي ما احنا شايفين الطاجن طالع جميل جدا، وكانت ريحته حلوة قوي وطعمه حلو قوي. ربنا يقوي الناس على اللي هي فيه في الظروف الصعبة اللي كل حاجة بقت غالية. حتى الوجبة الاقتصادية دي مكلفة جدا برضو، بس الناس هتعمل ايه؟ يعني هنقول ايه، الحمد لله، الله المستعان. نغرف بقى للغدا. نعمة الحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويقوي الناس ويقدرها على اللقمة ديت، تقدر تعملها حتى الأيام اللي جاية تاني، يا رب. الرز مفلفل وحلو، وأتمنى إن انتوا تعملوا الوجبة دي، هتعجبكم جدا ومغذية. بيض وسلطة ورز أصفر بالعدس، ودي مغذية لوحدها وجبة كاملة. والبدنجان بالفلفل الرومي بالفلفل الحامي، معمول طاجن في الفرن، مش بلحمة مفرومة طبعا، مش مسقعة باللحمة مفرومة، مسقعة بالصلصة بس، والبدنجان والفلفل الرومي تحفة جدا وطعمة، وأتمنى تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.